من اكبر المخاطر اللي كيتعرض لها السائق ديال كاسح الثلوج هي داك الثقل ديال البالي القدام اللي عنده في الكاميو، زائد تيهز البوزولان والملح الفوق باش يرش في الطراي. وها هي النتائج، البنو مشى كامل. هادشي اللي غادي نصلحوا في هذا الفيديو، تفرجوا معنا الفيديو كامل. اذا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف ما شفتوا في التقديم، هذا الرويده ديال الكاميو اتخاف، كاميو كاسح الثلوج، طاحت ليه الرويده ديالو. احنا دابا غاديين في الطريق ليه باش نفتحوه ان شاء الله الرحمن الرحيم، هذاك باش نقادو ديك الرويده ان شاء الله، ويكمل المهام ديالو في فك العزله على المناطق النائيه في اقليم خنيفره، طريق ما بين خنيفره وميدالت. اذا الاخوان مازال غاديين في الطريق الان، كنقلوا لكم الصوره مباشره بالصوت والصوره. هذه وسط الغابه، وسط الغابه مازال عامره بالثلوج، واحنا في الانترفونسيون في طريقنا الى صديقنا صاحب كاسح الثلوج. قربنا لي دابا. ها البوزولان كما كتشوفوا، هذاك البقع السوداء اللي في الطريق راه هو البوزولان، يعني كيلوحوا الكاميوات ديال الثلج باش ما يبقاش الزلق على السيارات والشاحنات. كما كتشوفوا راه وسط الغابه مازال الثلوج، اشجار كلها مغطى بالبياض، تكتسي البياض. الطريق الحمد لله مفتوحه 100% في اوجه جميع العابرين، سواء سيارات خفيفه او شاحنات او حافلات. وهذا الحمد لله يعني واسطة الجهود المتكتفة. يعني شوف تبارك الله. الصراحة أنا خصني نسكت ونخليكم تشوفوا هذا الجو هذا. راه واحد الصورة راه مهيبة، واحد الصورة رائعة. واش الشجرات كي دايرين ما شاء الله ما شاء الله. سويسرا المغرب. انتم كتعيشوا معنا هذه اللحظات ديال العمل. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اي ما شاء الله. لا راه تقريبا شي 5 متر ديال الثلج اللي باقة حاليا كاينة. الاجواء هذه رائعة جدا ما شاء الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. اذا كما كتشوفوا هذا البوزولان هذا راه داك الطراب الخاص سميتو البوزولان، كيلوحوه شاحنات كنز الثلوج من موراهم. الفوائد ديالو انه ما كيخليش الروايد يزلقوا. هو ايضا سخون شويه، يعني كيحاول كيذوب الثلج اللي كيبقى الفيركلا ولا ديك الشقفه اللي كتكون فوق الطريق، هو كيذوبها شويه. يعني البوزولان والملح، يعني كيلوحوا جوج الحوايج، البوزولان والملح. ما شاء الله ما شاء الله. الطريقه هذه راه ملي كيكون الثلوج كثيفه كتكون مسدوده الاخوان ما بين خنيفره وميدات. وممكن ترجعوا اللايفات القبل ولا الفيديوهات القبل، راه تنحط يوميا فيديوهات، خصوصا في هاد الظروف اللي كتعيشها البلاد ديالنا الحمد لله، ديال امطار الخير وثلوج الخير. كما كتشوفوا راه مادام كتفرجوا في شعلوا سميتو مشوفاش تولي فيها كاس افريقيا بحال اكادير، طنجة، الرباط، فاس، مراكش. هذا هو اعلى نقطه كاينه في هذه الغابه. هذه اعلى نقطه فيها، هي البلاكه ديالها. تنكون راجع الا كان شويه الوقت ونوقف عندها. هيا فاش تيزي اوفلال على علو ديال 2070 متر. حنا دابا كنتواجدوا في علو على سطح البحر بحوالي 2070 متر. اذا ما طولش الفيديو غادي نقطع حتى نوصل عند الصديق ديال كاسح الثلوج، ونشوف المشكل اللي عنده ونحاولوا نحلوه، نقادو الرويضه باش يكمل العمل ديالو
اللي بدا الحمد لله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله الرحمن الرحيم. اذا الى هناك نستودعكم، غادي نقطع وغادي نلصق داكشي فهمتي فيه بي. يلا هو هذا. اذا الاخوان حنا وصلنا لهاد الشاحنه ديال الصديق ديالنا اللي طرطق ليها البنو كما كتشوفوا. من المخاطر ديال العمل في الثلج والبروده هي هذه كتشوفوها، البنو تبارك راه كله مشى. يعني كاسح الثلوج راه تعرفوا الثقل ديال الباله اللي تتكسح الثلوج، زائد تيكون فيها البوزولان ولا الملحه في الشاريو ديالو كيكون ثقيل. هنايا بدينا العمل مباشره في يعني تغيير الاطار ديال كي تشوفوا راه كله مشى. تشوفوا الاطار ديال البنو. وصلنا العمل كما كتشوفوا. يعني بعض اللحظات ديال الخدمه ديال الاخوه والمساعده ديال الناس كما كتشوفوا. التغيير ديال الاطار لان هاد البلاصه بالضبط سميتها عين عيشه. يعني ما بين بلده تيمغاس وميدلت. عين عيشه اللي كيعرف البلاصه اقليم خنيفره. عين عيشه دابا هنا راه بدينا كنزيروا في البنو الحمد لله. راه الرويضه اللي طرطقات حنا حيدناها كما كتشوفوا. اذا الاخوان الحمد لله تمكنا باصلاح ديك الحاجه اللي كانت طرطقات الكاميو ديال الاطراف ديال الكاميو ديال كاسحات الثلوج. الحمد لله تمكنا من الاصلاح ديالها بعد انا جبنا المعدات وتمكنا من المساعده من بعض الاصدقاء والخدام اللي معنا الحمد لله. دابا غادي نرجع للمركز. اذا نخليكم مع طريق العوده، واحد المناظر اللي جميله جدا، والى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش راه ديما كنديروا فيديوهات ولايفات وكنتكلموا في الطقس وفي امور متعدده. شكرا لكم، تنسوش الاشتراك في القناه. اذا وصلنا لنهايه الفيديو الاخوان كما كتشوفوا. الحمد لله استطعنا الاصلاح ديال العجله ديال الصديق ديالنا، ودابا حنا في طريق العوده الى المركز ديال كاسحه الثلوج اقليم خنيفره المتواجده في بلده تيمغاس. هادشي اللي كاين الاخوان. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد، وايضا راه كاينين فيديوهات اخرين ديال وسط الغابه وديال الثلج وديال الطقس. كاينين بزاف ديال الفيديوهات. شكرا لكم. اللي وصل هنا ما ينساش يدير اشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.